قريتي الورقه ديال التشريح، شنو لقاو الوالد ديالك؟ شنو لقاو؟ النيف مهرس، سنان مهرسين، ولقاو له الكميجه بين نجريه. كميجه كسوه قميجه لقاوها بين رجلين الوالد ديالك عاد مكفن. دومي مانش، يعني دومي مانش، دومي مونج قميجه في ما بين رجل باباك. تتبع اختي المتتبعه، حطينا الرحال اليوم في كروشن، الكل تبع القضيه ديال الحاج الفاكانسي اللي قررت النيابه العامه او السيد الوكيل العام بني ملال باستخراج الجثه ديال الحاج الفاكانسي من بعد ما ولادو شكوا في الوفاه ديالو ووجهوا اصابع الاتهام نحو الزوجه ديالو والمعارف ديالها. الجثه في هذه الاثناء قادمه من مدينه بني ملال قصد الدفن مره اخرى، ولكن حقائق صادمه غادي يفجروها ولاد الحاج الفاكانسي من بعد ما توصلوا بالتشريح. التشريح اللي ربما القضيه مازال غادي تبين بان الروح عزيزه عند الله. جزئي حول اسباب وفاه الحاج الفاكانسي. إلي تانوتي، يعني كنأكدوا اقرا فرونسي كامل. que nous avons retrouvé une chemise demi-manche intacte، يعني مازال شده. اذا لقاو قميصه ما بين رجلين الحاج الفاكانسي هو مكفن بها وميت وهي بليي انتر لي كويس دو كادافر، داخله ما بين فخاض هذاك الضحيه، ومازال هذيك الكميجه انتاكت، يعني مازال شاده. وان معالم ديك القميجه لقاوها مازال الملامح ديالها باينين رغم ان الحاج مات 5 سنين هذه عاد جبد من القبر. بريزونس دون ديفيكت اوسو فراكتور دي زوبر بروبر دو ني، يعني تهرس ادروات يعني تهرس النيف ديال الوالد الله يرحمه. مكتوبه هذا الشيء، مكتوبه ها هي التشريح، هو التشريح الطبي. اون نوت لا بريزونس دو 2 دان سولمون، يعني ما بقاوش عنده سنان، دون اون ميتاليك. ما بقاوش عند وباك عنده سنان، عنده لاباري ما عنده سنان، ما بقاتلوش غير وحده. لقاوها وحده ملكوبه ميتاليك، مازال عنده السنان. وكاع داك الشيء اللي قالت البنت وكاع داك الشيء اللي كيقولوا الناس بين عنده ضربه في الراس وعنده الفم معوج وما تغسلش، ها هو كلشي باين. مرت باك خرجت اعلاميا كتقول بين ما تعرفش تهضر بالعربيه وحاولت تهضر باللغه الامازيغيه وكتكذب هذا الشيء اللي كتقولوا كامل. كي كدير باش تدوز البرمي الا ما كتهضرش العربيه؟ واش دوزات البرمي ولا ما دوزاتش البرمي؟ عندها بيرمي، هي مدوزاه. عندها البرمي، عندها القهوه، خدامه في القهوه. لا القهوه ديال اذا مرت باك كتهضر بالعربيه، عندها البرمي. لا كتهضر بالعربيه، كتهضر بالعربيه، انا كتهضر احسن مني بالعربيه. الله العظيم. السر هذا السر الله سبحانه وتعالى. والله هنايا حنا نهار الجوع 4 الناس ال5 عاونهم مازال كنتك. فاش كنشوفوا الناس كيقولوا لنا ها هو الصندوق فين شمع. هنايا اليوم فاش مشينا لبني ملال كاع الوثائق داروا الشماعه، مشينا عند في واحد البيرو درنا الورقه كلشي داك الشيء مشى ناضي. كاين القانون في المغرب، ما نقدروش نديو واحد الجثه في المدينه كبيره ونديوها في العروبيه في واحد الصندوق اللي جابوا من لافورير بلا عندك شمع اكسترن. نعم ما مشمعش الصندوق. لا اذا ترونسفير ديال الكادافر كاين واحد الاجراءات اللي كدار، وهادو هما الشكوك اللي غادي تخلي السيد الوكيل العام انه يامر باعاده اخراج الجثه من القبر. لان هنا كنشوفوا بان الا بغيتي تحول جثه لجثه خصنا بدا في الدفن يكون ضابط شرطه قضائيه، ومن اللي غادي توصلها لهنا لابد خصها تمشي حتى للجدارميه تيوثقوا بان راه شافوا بان هذه الجثه راه مشمعه وما تقاش. الحمد لله دروك رجعنا الجثه الى مكانها وغادي نديروا العزاء، يعني بنادم صافي غادي يدير العزاء ديالو وتبقى القرار القضاء مازال، يعني مازال القضاء راه تابع هذا الملف هذا، لان على حساب القميجه وعلى حساب الاجراءات اللي كانوا داروا، ديك الاجراءات اللي داروها يعني بطرق غير شرعيه. لان من مشينا راه كنا في بني ملال على حساب باش يعطيونا الوثيقه نتاع النقل. الطبيب تمايا لقى صعوبات باش يعطينا شهاده طبيه، لان ما عندوش شهاده الوفاه، لان شهاده الوفاه ما فيهاش واش باش مات. والان راه كاين يعني
شكوك وغموضات وتساؤلات وعلامات الاستعجاب وعلامات الاستفهام، ما عارفينش باش، ما فهموش القضيه، كيفاش فيها غموضات بزاف والتسرعات هذيك اللي نتاع اللي كيقولوا نتاع الاجراءات اللي قاموا بها وداو يدفنوه في العشيه وبالحضور ديالها. والمساله راه يعني نعم. ودرك شفنا مع الاستاذ نتاعنا المحامي الله يكثر خيرو باش غادي نديو له جميع الوثائق اللي طلب منا، وغادي يعاود داك البحث، ومازال غادي يستدعيو بزاف نتاع الناس اخرين اللي غادي يعني اذا مازال التحقيق، وغادي يفوت عند قاضي التحقيق هذا الملف هذا باش يعرفوا باش مات، ونستناو التحاليل نتاع القميجه. هو من العائله. الشهاده ديال سيدي ربي فوقاش مرتو عيطات لك قالت لك راه مات الحاج مور الفجر بشي 40 دقيقه ولا هكاك، مازال الظلام، مازال الظلام، مازال ما صبحش الحال. قالت لك مات الحاج. انت اخر فيرمونت اخر مره اوبيراسيون وقعت في البنكه ديال باك فوقاش؟ بدات من 9 تاع الصباح حتى 10. وباك ميت؟ الوالد ميت. شكون اللي تيهز هاد الفلوس؟ هي اللي دات هي شهدت بهذاك الشيء، قالت انا اللي هزت الكارطه ومشيت للبنكه باش نجبد الفلوس، هي بفمها. وعندها الحق؟ لا ما عندهاش، لا حتى حاجه. هذاك كتسمى خيانه الامان. انت الشريف عيطت لك مع 5 الصباح 4 ولا 6 مازال ما طلعت الشمس؟ مازال ما طلع الشمس. ومن تما ما ديك الصباح قالوا لخويا حسا سيروا وجدوا الدفينه هنايا. عالم العائله ديالو قول لهم راه مات محمد. قالتها لك. ومن الصباح عرفوا بينا غادي يجيبوا المرحوم الوالد الله يرحمه من الخنيفره حتى لهنايا. من الصباح قالت لهم وجدوا هنايا، حفروا القبر. قالت لك علم ليهم هما عاود هذا الشيء قبل ما تطلع الشمس. فوقاش انت في اخباركم باكم مات؟ مع 10 ديال الصباح. تتدفن؟ لا من 10 حتى عارفوا بينا غادي يجيبوه هنايا. قلتوا لهم دفنوا باكم؟ لا ديروا في الفريكو في خنيفره. قالوا لنا ما كاينش فريكو في خنيفره. كيفاش ما كاينش؟ السبيطار الكبير ما كاينش في الفريكو. محقنا حنايا، جينا هذاك النهار محقنا نحضروا الوفاه ديال الوالد، محقنا. ما حضرتوش؟ لا ما كناش. فاش وصلنا قلنا الوالد لا توفى راه هنايا. قريتي الورقه ديال التشريح؟ شنو لقاو الوالد ديالك؟ شنو لقاو؟ النيف مهرس، سنان مهرسين، ولقاو له الكميجه بين نجريه. كميجه كسوه قميجه لقاوها بين رجلين الوالد ديالك عاد مكفن. دومي مانش، يعني دومي مانش قميجه في ما بين رجل باباك. وعاد كفنوه. علاش داروا هذا الشيء؟ اما شي شعواده، اما غسلوا به شي حاجه باغي يخبوها تما. دابا هذيك الكميجه مشات غاديروا التحاليل، راه في الرباط عند الدراك، ومازال هذوك التحاليل غادي يبينوا الحق على حقاش الروح عزيز عند الله. شنو بغيت تقول للسيد بن عمك؟ هو كيوقف معنا. نعم. هو كيوقف معنا، هو ديما راه هنا. لا بارك الله فيك اخويا حسا. 5 سنين دابا باكم ميت وعاد جبتوه من القبور، اليوم رديتوه. شنو الاجراءات اللي غديروا دابا؟ الاجراءات التحقيق مازال قدام. ضروري مازال الميش محلول، مازال غنديروا التحقيق لقدام. الحق شنو يشوفوا الحق؟ كيفاش يشوفوا الحق؟ نشوفوا الحق، نشوفوا شنو باش مات وهاد الهضره ديال الناس نشوفوا فين شنو كاينه. اما ماك تتقول بان راه بابا كان مريض بشحال هادي؟ ما كانش مريض. ما كاينش مريض؟ اخر مره شتيه قبل ما يموت؟ شفتو ديك الليله نيت باش الغد ليه يصبح ميت. لقيت خليتيه صحيح؟ لا. عيطت لك ماما قالت لك راه باباك مات؟ لا ما عيطت. عيطت لجدك؟ ما عيطتش. ما عيطتش حتى واحد. شفتيه انتي ملي ميت؟ لا شفتو. شنو شفتي؟ شفت فاش دخلت عنده حيدات ليه داك ليزار، شفت فمو داير عوج بحال هكا وعينيه زرقاء بحال الخنوزيه جايه من كاع الخنوزيه في شي بلاصه. قالوا لي بان
من فوق. قالوا لي بان حيدات لك ماماك التليفون حيت مات باك ودخلت كل شيء بيت شلوق. هذيك الليله النيت اللي حيدات لي التليفون قالت للناس راه هزاتو، والغد ليه تتقول لي اعطيني الوكاله ديالك راه جاو خوتك بغاو يرموك في الكفر وبغاو يضربوك. هذه هي قالتها لك. باباك علاش ما هرس الباب ديال الدار؟ شكون اللي هرس الباب الدار ديال الباب الفوقاني ما هرس؟ شكون اللي هرسو؟ هو باباك اللي هرسو. حيت ما كانش مريض تيموت ما كان والو، كان صحيح هرس كاع الباب. لا حيت ديك الساعه فات ديك الليله قبل ديك الليله. قبل ديك الليله هرس الباب. هرس الباب. علاش هرس الباب؟ حيت سدات عليا انا وياه في الدروج. سدات عليكم كاع ومشات دخلت للدار وبقات يضربوا. علاش سدات عليكم؟ سدات علينا حيت قالت لي علاش تعطيها الفلوس وراه هي ما كتشري لا ادوات لا حتى حاجه، غير كتضيعهم في السقاطه وهو قال لي اعطيني الساروت بغيت نخرج، هي سدات علينا الباب ديال برا والباب الفوقاني وبقيتوا حاصلين لداخل. وهي اش كدير لداخل في الدار؟ هي قالت ليه راه الباب مسدود جلسوا تما. هو هرس الباب هرس الجاج ديال الباب وقالت ليه واخا تهرس الباب راه الباب مسدود في الساروت. هذا الشيء نهار قبل ما يموت. قبل ما يموت. كيف قبل ما يموت؟ وهنا الزوجه كتاكد بان الزوج ديالها كان مريض لمده طويله. جدك عيطوا لها حيت مات هبطات شافت باباك؟ لا. تصافطات مع باباك؟ لا. ما في خبارهاش كاع؟ لا انا فاش دخلت بعدا قلت لها واش شتي محمد؟ قالت لي لا. هادشي اللي وقع. الطاجين من بعد ما مات باك كان الطاجين مهرس تما. كيفاش بتهرس هاد الطاجين؟ الطاجين هو اللي دابزو عليه. دابزو قبل ما يموت بنهار على الطاجين. قالت لي ما بغيتيش تغدى هرسات الطاجين. وتهرس الطاجين. فهل هو لإخفاء معالم الجريمة أم الشعوذة وصل الحال أننا نبدأ نستغل الأموات؟